يا مساء السعادة، يا مساء الهنا ومساء الجمال على كل اخواتي وكل صحابي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله يكون يوم سعيد ومليان بركة على كل اخواتي وكل صحابي اللي بيشوفوني. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو كده ان شاء الله يعجبكم ويكون حماسي وتتشجعوا وتقوموا تعملي اللي وراكي اول ما تشوفيه. يلا قبل ما نبتدي اي حاجة هنصلي على حبيبنا وشفيعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. بصوا بقى يا بنات، النهاردة روتين المسائي تكملة للروتين بتاع امبارح نزلت لكم الروتين الصباحي. عملنا شوية حاجات كده، نزلنا السوق جبنا الحاجات اللي كانت ناقصانا في البيت، عملنا حاجات حلوة للأولاد. النهارده بقى ان شاء الله هكمل معاكم الروتين، ان انا هعمل بقى الغدا وهعمل المطبخ معاكم. بعد ما خلّصت بقى روتين الصباحي امبارح، كنت بقى صاحية الساعة 6:00 زي ما قُلت لكم، فكنت حاسة إن أنا بقى جيت على الساعة 15:00 كده، حاسة إن أنا عايزة أنام. نمت لي نُص ساعة وقُمت عملت فنجان قهوة، وقُلت بقى إيه أشرب قهوة بلبن. أنتم عارفين أنا باحب أشرب القهوة بلبن أكتر يعني، قليل جدًا لمّا باعمل القهوة اللي هي السادة. شربت فنجان القهوة وفوّقت كده وقُلت أعمل الغدا بقى للولاد. كنت قطّعت معاكم قبل كده الفراخ وطلّعت منها ستريبس، فطلّعت كده قطع الستريبس سِبتها تفُك وشطفتها كويس. بُصّوا بقى أنا هاعملها كده بطريقة سريعة جدًا عشان خاطر كان حوالي دلوقتي الساعة 16:00 مثلًا، فكنت عايزة أعمل الغدا بسرعة. فجرّبت طريقة كده من دماغي وبعد كده حسّيت إن هي الحمد لله طلعت حلوة معايا يعني. هي عبارة عن إيه، عبارة عن حطيت بيضاية وحطيت كركم وكاري وبابريكا وحطيت ملح وحطيت فلفل أسود وكمون وحطيت إيه تاني بصل باودر، توم باودر، المهم التوابل اللي عندِك كلّها حطيها، وحطي معلقتين لبن، وحطيت معلقة من دبس الرمان. خلطت بقى الكلام ده كلّه مع بعضه. ما كنت عايزة أعمل بقى حاجة سريعة وقُلت أنا لسه هاعمل بقى اللي هو الستريبس واشيله في التلاجة 3، 4 ساعات، لأ ما فيش وقت. إحنا عايزين نعمل أكلة سريعة كده عشان الولاد كانوا جعانين جدًا في الوقت ده، ومش عايزة أبهدل بقى مواعين كتير. فجِبت هنا بقى كيس حطيت فيه نشا، حطيت حوالي معلقتين نشا من الكبار، وهاحط كوباية دقيق كمان معاهم، تمام. أنا باحط كده بالويم بس أنا عارفة المقادير يعني. وحطيت معاهم شوية ملح وحطيت شوية كاري وشوية كركم، يعني حوالي ربع معلقة وربع معلقة، تمام كده. جبت كيس بقى وفردته بعد ما قلبت الخليط ده كله مع بعضه، وجبت كيس كده بقى وخلطته على الطبق عشان مش عايزة أبهدل الطبق، لأن انتوا عارفين الدقيق لما بتعملي فيه مثلا حاجة فيها بيض أو كده بيعجن، انتوا فاهمين، وبيمسك في الطبق فبيبقى رخم قوي. نزلت بقى ايه بالستريبس بتاعي في قلب الدقيق، وبعد كده هطلعه بره، يعني هاعمل الكمية كلها في الدقيق وبعد كده احطه على كيس تاني، وبعد كده يا بنات هارجع احطه تاني في الخليط اللي انا كنت عاملاه ببيض، وارجعه في نفس الدقيق تاني. بصوا زي ما انتوا شايفين الكمية اللي انا طلعتها هارجع احطها تاني. كانت بقى شوية خليط كده اللي هو البيض واللبن والتوابل. يعني انا قلت الصراحة انا اول مرة اجرب الموضوع ده، بس طلع حلو جدا وعمل كفر حلو معايا. خلصت بقى الكمية كلها هنا، وقلت بقى ايه امسح مكان الدقيق اللي اتبهدل دوت، عشان خاطر بقى ايه نشوف هنعمل ايه تاني. انا قلت اعمل شوية بطاطس، لاني انا هعمل مكرونة وبطاطس يا بنات، وهعمل الستريبس، ويبقى ده غدا كده سهل وسريع. وزي ما عودتكم بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل الاكل كده ما ياخدش وقت، في نفس الوقت نعمل اكل برضو الولاد يحبوه، ونشجعهم كده ان هم ياكلوا اكل من البيت. عايزه اقول لكم طبعا من ساعه ما مع البتاعة دي باظت، اللي هي القلاية اللي انا جبتها، من ساعة ما باظت بجد متضايقة جدا. كنت بعمل كل يوم بطاطس فيها، دلوقتي بقى ما بعملش بطاطس. انا اول مرة اعمل بطاطس بقى النهاردة كده من ساعة ما القلاية باظت، وهضطر اعمل طبعا في الزيت. كانت بتوفر زيت وفي نفس الوقت كانت صحية، الاكل فيها كان صحي. الكهربائي شافها وقال لازم تروح التوكيل، وانا الصراحة لسه مش عارفة التوكيل بتاع سكاني ايه. جوزي مكسل يعني ان هو يوديها عشان بيبقى في الشغل بيرجع متأخر، ويوم اجازته بيبقى الشركات والحاجات دي بتبقى قافلة. فمش عارفة لسه بقى، هشوف. ادعولي كده ان هي تتصلح يا بنات، بجد متضايقة قوي انا ملحقتش افرح بيها. فالمهم بقى ايه قطعت البطاطس كلها، وجيت بقى ايه الطاسة ديت يا بنات انا بحبها قوي،
عايزة أقول لكم كل شوية أختي تقول لي: "ارمي الطاسة دي بتعصبني." أقول لها: "أنا باحبها." مش عارفة ليه، يعني عندي طاسات كتير بس مش عارفة أنا بارتاح في الطاسة دي ليه، وباحس إن هي خلاص بقى يعني إن هي دي من ساعة ما اتجوزت، فحاسة إن هي يا عيني ليها ذكريات كده. فمخلّياها محتفظة بيها جدًا يعني، مش فارق معايا الشكل قد ما فارق عايزة أقول لكم لمّا باعمل فيها الفول وباعمل فيها الحاجات دي بتطلّع لي أكل طعمه حلو. حد زيي كده عنده حاجات محتفظ بيها حتى لو شكلها اتبهدل، دي الحاجة الوحيدة اللي متبهدلة عندي في الحاجات بتاعتي، بس أنا باحبها. بُصّوا بقى هنعمل النهارده الصلصة بتاعة المكرونة يعني ساعات باعملها بالتوم بس يا بنات، وساعات باعملها بالبصل، وساعات باعملها بالبصل والتوم. حطيت بقى شوية زيت وقطّعت بصلاية كده، سِبتها إن هي تتحمّر شوية بس مش تتحرق معاكِ يعني، اللي هي تبقى كإنها داخلة على أحمر كده. وقُلت أطلّع البطاطس، وقُمت بقى هانزل بالطماطم بتاعتي ضربتها في الخلاط، وحطيت معاها معلقتين صلصة يا بنات، يعني ضربت طماطم فريش عادي وحطيت معاها معلقتين صلصة، ونزلت على البصل، على فكرة جميلة جدًا برضه بالبصل، يعني حاسة إن هي إيه، طعمها حلو مش عارفة يعني أنا حسيتها كده، ونزلت بالستريبس وحطيت بقى إيه التوابل بتاعتي على الصلصة، حطيت ملح وفلفل أسود وكمون تمام، وربع معلقة بابريكا تمام كده، وبدأت بقى إن أنا أحط الأكل كده، كنت عايزة بقى أخلّص على طول، لإن كان جوزي جاي في الطريق، فقُلت عايزة أقول لكم لمّا بيشوفني باصوّر بيتجنن، يقعد يقول لي: "أنتِ بتأكلينا الأكل بارد." لمّا أكون موجود ما تصوّريش، لإن هو بيحب اللي هو إيه، أنا جيت خلاص هاتغدى يبقى أتغدى، ما بيحبش يقعد يبقى جعان مثلًا ويستنى إن أنا بقى أحضّر الأكل، عايز ييجي يلاقي الأكل جاهز. فالمهم بقى قُلت بقى لأ أخلّص بقى عشان ألحق أصوّر لكم كده بمزاج وأدوق معاكم كمان الأكل وأقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة. الفراخ طلعت حلوة أوي يا بنات والله، وكانت سهلة كده وسريعة وما خدتش وقت، حطيت بقى معاها شوية كاتشب وشوية مايونيز، وعملت مكرونة بطماطم، وعملت شوية سلطة كده، وكان غدا النهارده الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. المهم اتغدينا وقُلت لأ أنا مش هاكسّل، لإن أنتم عارفين أنا باحب دايمًا إيدي تبقى في البوتاجاز، فحسيت البوتاجاز وقع عليه صلصة كده ومطرح ما قليت زيت والكلام ده، قُلت لأ أنا لو كسّلت وقُمت عملت بعد كده يعني حاجة تاني على البوتاجاز هيلزق بقى وهيتبهدل، لأ خلّيني بقى أخلّصه على طول مش هياخد منّي وقت. وفعلًا يا بنات عشان كمان كنت عاملة في اليوم ده بطاطا ووريتكم في الفيديو اللي فات، فأصلًا البوتاجاز الفرن كان مسخّن البوتاجاز كلّه، فده أحسن وقت إن أنتِ تنضّفي فعلًا فيه البوتاجاز بقى أو فرن البوتاجاز، لمّا يكون البوتاجاز سخن تيجي تمسحي بس حتى بأي قماشة هيبقى زي الفل معاكِ. فأنا بقى قُلت لأ، أنا هاقوم ألمّعه كده على طول وآخد المواعين معايا عشان خاطر بجد كانت يعني مواعين كتير أوي أنتم هتشوفوها معايا دلوقتي، ويكون كده أصلًا يعني أول ما بتغسلي البوتاجاز وتعملي المواعين بتحسي إن المطبخ كلّه راق وبقى زي الفل معاكِ. أديني بقى خلّصت البوتاجاز بقى وخلّيته بينوّر كده، وبعدين قُلت بادخل المواعين، المواعين بقى لمّا بتتغسل بتخلّي ريحة المطبخ كده حلوة كده، لكن لمّا باسيب مواعين مش عارفة باقوم تاني يوم أحس إن في ريحة مش حلوة في المطبخ. طبعًا بقى المواعين بيبقى فيها بواقي أكل، فيها حاجة، الولاد رموا حاجة في الحوض، المهم إن أنتِ إيه، حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ أي مواعين في الحوض تخلّصيها أول بأول، دي يعتبر كانت مواعين يعني مش اليوم كلّه كمان، يعني دي كانت مواعين الغدا تقريبًا وبعد الغدا، اللي كَل بقى فاكهة، اللي كَل زي ما قُلت لكم أنا كنت عاملة في اليوم دوّة بطاطا، كنت عاملة كريم كراميل، فلقيت بقى مواعين على مواعين. قُلت لأ أغسلهم بقى على طول كده وأتنشّط، ويالّا أنتِ كمان لو وراكِ أي حاجة قومي اعمليها كده وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هتلاقي نفسِك إن شاء الله ربنا عانِك وقُمتِ خلّصتِ كل اللي وراكِ، ربنا يا رب يعيننا ويقوينا على بيوتنا، أنا عارفة إن الوقفة بتبقى صعبة، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا، الأمهات اللي بتصحى بدري والأمهات اللي ما بتنامش طول الليل بسبب الولاد والتنضيف وكل الحاجات اللي إحنا بنعملها دي، والله يا بنات أنا عارفة بتبقى صعبة جدًا، بس أنا عارفة إن ربنا بيجازينا خير وربنا يا رب يدينا الصحة ويعيننا ويقوينا على التعب اللي احنا بنشوفه طول النهار. متابعة بعتالي على الفيسبوك، البنات اللي ما تعرفش الفيسبوك نفس هو برضو يوميات ست وست عيال على الفيسبوك يا بنات، يعني انا عندي برضو ايه، آه عندي اكونت على الفيسبوك باسم القناة يعني، عشان لو حد برضو عايز يتواصل معايا.
بنوتة باعتة لي: "أنا مكسلة جدًا، طول الوقت حاسة بكسل ومعايا أولاد ومش عايزة أعمل حاجة في البيت، وحاسة طول الوقت إن أنا عايزة أنام وقت طويل، وعصبية جدًا مع الولاد، والموضوع ده بدأ يأثّر وكل شوية مشاكل مع جوزي، كل شوية يقول لي: "أنا هاكلم أهلِك ييجوا يشوفوا أنتِ مش نضيفة، ليه شقتِك عاملة كده؟ ما هي كل الناس حواليكِ بيوتهم نضيفة." بييجي يتخانق معايا: "اللبس مش نضيف ليه؟ اللبس مش مكوي ليه؟" وأنا غصبٍ عني والله أنا باحاول، بس أنا حاسة إن أنا طبيعتي كده، أنا طبيعتي حتى من وأنا بنت مش بانضّف، ومش باحب المطبخ وحاسة إن أنا كده مرّة واحدة اتجوّزت خلّفت بقى معايا عيال، وما حدش بيتكلّم معايا، وأنا كنت بنت على 4 صبيان، ما كنتش بانضّف ولا باعمل حاجة، ومامتي اللي كانت بتعمل كل حاجة. فلمّا اتجوّزت أنا اتجوّزت بعيدة عنها في محافظة تانية، والمفروض إن أنا أعمل كل حاجة بنَفْسي، وجوزي دايمًا بيطلب منّي أكلات صعبة وعايز أكل بيتي طول الوقت، وأنا مش باعرف أعمل الحاجات دي، وكنت باحاول أتعلّم. فحاسة إن أنا كده جالي اكتئاب ومش عايزة أعمل أي حاجة، بالله عليكِ تردي عليَّ لإن الموضوع دوّة عامل لي مشكلة نفسية ومش عارفة أتصرّف إزاي، وما فيش حد بيساعدني خالص، لإن المنطقة اللي أنا فيها ما أعرفش حد فيها خالص. أنا معايا بنوتة واحدة ويعني متجوزة من قريب مش بقى لي كتير. بُصّي، يعني دايمًا باقول لكم في الفيديوهات قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندِك كسل يعني في جسمِك، فدايمًا خلّيكِ تواظبي على الأذكار بتاعة الصباح والمساء، ودايمًا تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بتشيل الكسل يا بنات من الجسم، دي معلومة لأي بنت يعني لسه متجوزة أو هي كسولة فعلًا في عمايل بيتها أو حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله فعلًا بتعين جدًا، ربنا بيعينِك على كل حاجة. ما فيش حاجة اسمها أنا مش باحب النضافة، لأ ما فيش حد ما بيحبش النضافة، كلنا بنحب النضافة، بس زي ما تقولي إيه، هي ممكن تبقى عند الستات بمعايير معيّنة، يعني ممكن ست تبقى نضيفة أوي، ست نضيفة بس عادي في الطبيعي، في ست بقى اللي هي إيه، النهارده عايزة أنضّف، بُكرة مش عايزة أنضّف، فأكيد أنتِ من الست اللي هي إيه، النهارده ليّا مزاج أنضّف وبُكرة ما ليش مزاج. ف وفي رجالة كمان يا بنات فعلًا بتدقّق أوي، 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 وفي راجل ما بيبقاش فارق معاه أوي إن أنتِ نضيفة أو مش نضيفة، أهم حاجة أنتِ بتعملوا أكله وحاجته وخلاص. فدايمًا باقول نضّفوا بذكاء، ما تهلكيش صحتِك، حاولي إن أنتِ تضبّطي كده إيه مواعيدِك، بلاش حتى لو ما بتصحيش بدري ومعاكِ بيبي صغير، إن أنتِ بالليل تعملي الأساسيات، في أساسيات يا بنات في البيت ما ينفعش أقول أصل أنا مش هاقدر أعملها، زي إن أنا أصحى أعمل فطار، أعمل غدا، أغسل مواعيني، إن أنا مثلًا يعني أنضّف بوتاجازي، الحاجات دي أساسيات، أنشر غسيل، ألِم غسيل، ده أساسيات البيت، تمام؟ اللي مش أساسي كل يوم معايا إن أنا أغيّر ملاية السرير، ممكن أغيّر الملاية مرّة أو مرّتين في الأسبوع على حسب أنتِ ممكن يكون ما عندكيش ولاد بيبهدلوا أو لسه أنتِ عروسة، فأكيد حرام إن أنتِ كل شوية تغيّري الملاية، فدي مش أساسيات، يعني أنتِ الأساسيات إحنا عرفناها خلاص أهو إن أنتِ تعملي مواعينِك، بوتاجازِك، تعملي أكلِك، تعملي الغسيل بتاعِك وهكذا. لو أنتِ عملتِ الأساسيات إلى حدٍ ما أنتِ خلصتِ من نُص تنضيف الشقة أصلًا. اللي مش أساسي إن أنتِ تغيّري ملاية، إن أنتِ تشيلي السجاد كل يوم وتنفّضي وتعملي، لأ ممكن تعملي بالمكنسة، يعني أنتِ تصحي الصبح تخلّصي اللي وراكِ تاخدي الشقة كده بالمكنسة، تنفّضي، تعدلي الملاية بتاعة السرير، وبعدين أنتِ لسه معاكِ بنوتة واحدة، يعني أنتِ لسه مش عندِك ضغط كتير في إن أنتِ تقولي أصل أنا مش عايزة أعمل، أُمّال لو ربنا خلّى بقى يعني وادّاكِ الصحة وجبتِ 3، 4 عيال هتعملي إيه؟ فأنتِ حاولي تستعيني بالله وتبدئي تضبّطي بس مهام بيتِك، إن أنتِ النهارده أنا هاقوم أعمل كذا وكذا وكذا، وهاعمل غدا وهاعمل فطار وهاعمل المطبخ والحاجات الأساسية، بعد ما تخلّصي الأساسي شوفي بقى ملاية عايزة تتعدل معاكِ، شوفي الشقة تعمليها بالمكنسة على طول وهكذا، وشغّلي القرآن في البيت، وده أهم حاجة يا بنات إن أنتِ أول ما تفتحي عينِك الصبح تشغّلي قرآن أو تجيبي راديو في المطبخ عندِك، صدقيني الموضوع هيفرق معاكِ جدًا وهتحسّي كده بونس وهتحسّي إن أنتِ إيه، بتتحرّكي. وحاولي إن أنتِ تشغّلي قنوات مثلًا الروتين بتاع التنضيف فعلًا هتفرق معاكِ أوي، إن أنتِ تلاقي بنوتة بتغسل مواعين، بنوتة بتنفّض، بتروّق، بتعمل، هتلاقي نفسِك أنتِ كمان اتشجّعتِ وأخدتِ منها طاقة إيجابية، وده برضه هيساعدِك. إن شاء الله بإذن الله استنوني في فيديو جديد بكرة على خير الساعة 09:00 يا بنات، خلاص إحنا ثبّتنا مواعيد الفيديوهات الساعة 09:00 استنوني يوميًا، أشوفكم في فيديو جديد على خير، دمتم في أمان الله.